زيايا، وهو راح نشوف موقف ضحيه للكاميرا الخفيه، مش معنا، مع بلده مع الجزائر. احكي يا راوي احكي حكايه ادبك تكون وكانت راح يعني شيء مؤكد انه راح تلعب ضد عبد الملك زيايا. كيفاش راح يكون التنافس بينك وبين يعني عبد الملك زيايا، بين الاتحاد والنصر، بين عنتر يحيى المدافع هذا يجي مباراة في المباراة مع راح تحن عليه ولا لا؟ لا درك في كرة القدم لا نحن عليه لا يحن عليا. احنا صح نتفاهموا مالك كيما خويا ونتفاهموا مليح، ودائما بيناتنا التليفون ونهضروا كثير، بصح في المباراة خليه يسجل اهداف. لا انا ما نخليه هو ما يخليني. انا شغلي النصر لازم يفوز وهو يبغي الاتحاد يفوز. توحشت الاكل الجزائري ولا لا؟ شويه شويه على ذيك. وش راك حاب تاكل؟ الاكل اللي جاي على بالك، الاكل الجزائري اللي حب؟ اظن كل جزائري يبغي الحوايج يعني اللي تربى بهم. احنا كنا مالفين ناكلوا الشوربه البوراك في رمضان بصح ما كانش مشكل الواحد ينجم حتى يتعلم بالجو جديد. على تعرفش تطبخ؟ ما نعرفش نطبخ مليح. نروح الآن كريم للسؤال الرابع والمهم جدا جدا جدا، وماذا به الجمهور العريض لو يشوف فينا يهمه بزاف هذا السؤال. عنتر يحيى، وش هو لونك المفضل؟ الأخضر. شكرا. الله لا عنده الحق. سيدك واحد دوش. انا لاعب نبغي غير نقول للجمهور باللي نخدم يعني باش نكون في المستوى، وباش يعني نبين باللي نستاهل نلبس تريكو تاع النصر. ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكايه، كل واحد منا واحد من أكثر اللاعبين المقربين لقلبي، وهو صديق عزيز، والحقيقة مكسب للكرة العربية وليس فقط، ومهذب جدا جدا جدا، ونتمنى له كل التوفيق في الدوري السعودي له ولفريقه النصر. سامي الغامدي، عمول ننتظر استضافتك لمحمد نور ونتحدث مع الكابتن محمد. لا يكون فاضي